لو ماشي على دايت عشوائي وفعلا محتاج نصايح، فاسمع الست نصايح دول وبجد الاخيره اهمهم. اول حاجه بلاش عجز سعرات رهيب اللي تفضل تاكل فيه سلطه وتشرب ميه كتير، كل ده في الاخر نتيجه للعجز الرهيب هيوقع لك عضلاتك ووزنك، ولما هتيجي ترجع تاني عشان تاكل الاكل بتاعك حتى اللي اقل من الطبيعي تلاقي وزنك كله بيرجع اكتر من الاول، لان انت خسرت عضلاتك ووزنك فالحرق عندك قل. اتنين، فوق عجز السعرات الرهيب اللي موجود كمان مش هندخل احتياجنا من البروتين، فده هيساهم في نزول العضلات بشكل كبير، فساعتها هتخسر وزنك وعضلاتك اكتر. 3، ما بنعملش اي تمارين مقاومه على العضلات اللي بتحفزها ان هي تحافظ على نفسها او ان هي تزيد في نفس الوقت. ممكن تبقى عامل عجز سعرات وعضلاتك تزيد، وده بيحصل مع كل الكلاينتس اللي موجوده معايا وهم بيخسوا في نفس الوقت بيزيدوا في العضلات، بس ده محتاج برنامج مفصل ليهم بيكون معمول بطريقه علميه يكون فعلا قابل للتطبيق. 4، لو قطع كربوهيدرات او مدخلها بنسبه قليله جدا، فساعتها جسمك هيواجه مشاكل كتير زي انك مش عارف ترفع اوزان في الجيم، طاقه قليله، صداع على طول، مشاكل في البشره وكمان الشفايف مقشفه. 5، الدهون بتساعد في نزول الدهون زي الاوميجا 3 والاوميجا 6، احنا ولا منها بندخل فاتس بعشوائيه ومش عارفين الانواع اللي جوه الفاتس هي ايه، ولا برضو بنقطع فاتس، لازم المودريشن. 6، وهو العشوائيه في الفيتامينات والمعادن، لان في ناس ممكن تقول لك اقطع ملح خالص ما تدخلوش، وده بيسبب كرامبات ومشاكل في العضلات والاعصاب. غير كده ممكن ناس تدخل كميه فيتامينات ومعادن كتير جدا فوق الاحتياج بتاعي، فكده انا بسبب اوفر. هنا اللقطه بقى ان انا ادخل احتياجي المظبوط وبس كده.